بتحبيه ولا بتحبي فكرة وجوده؟ في يوم من الأيام سألت نفسي أنا بحبه فعلا ولا أنا بس بحب الإحساس ده. الإحساس إن في حد شايفك، حد محتاجك، حد بيفكر فيكي آخر الليل. النهاردة عايزاكي تفكري معايا في السؤال الصعب ده، لأن إجابته ممكن تغير حاجة كبيرة جدا وحاجات كتير قوي في حياتك. يا مساء الخير في بودكاست لكي مع نور. إجابة السؤال ده بيحتاج صدق مع نفسك شوية. إحنا كبنات أو كبشر بشكل عام بنتجنب الصدق الزيادة عن اللزوم عشان بيوجعنا. بنبقى موجودين في علاقة معينة أو بنتعلق بحد، وفي جوانا صوت صغير كده بيقول في ايه بالظبط اللي انتي بتخافي ان انتي تقوليه لنفسك، في ايه بالظبط انتي مخبياه، في ايه بالظبط مش عايزة تسمعيه بصوت عالي. بس بنسكته بسرعة لأن الصوت ده مزعج جدا، وعشان الإجابة ممكن تبقى مؤلمة. انت ممكن تلاقي انك مش بتحبيه، انت بتحبي الفكرة اللي عملتيها في دماغك عنه. الفكرة ان في حد موجود، الفكرة ان في حد بيحبك، الفكرة ان انت متشافة حتى لو مش بالطريقة الصحيحة. وده مش عيب فيكي، دي حاجة إنسانية جدا جدا. خليني أقولك بقى على علامات فارقة كده عشان نفرق بين الحاجتين. لو انت بتحبيه، بتحبي الشخص ده بعيوبه، بصمته، بوقت ما يكون تعبان، بوقت ما يكون عصبي، بتقدري تعيشي معاه. بس لو انت بتحبي الفكرة، انت بتحبي النسخة اللي انت عملتيها في دماغك عنه. بتتألمي لو مثلا قالك حاجة انت مش متوقعاها، بتشوفيه بيتصرف بطريقة معينة وبتبقي مصدومة لأن مش دي الطريقة اللي انت متخيلة ان هو هيتصرف بيها. علامة تانية، انتي بتتمسكي بلحظات معينة، يعني لحظة مثلا قالك فيها حاجة حلوة أو يوم كان معاكي بشكل مختلف، وبتبدأي تبني كل حاجة عليها، وبتعيشي في ان انتي بتستني اللحظة دي تتكرر. لما حد يقولك بس ده عمل كذا، بتفتكري المرة الوحيدة اللي عملك فيها بطريقة مختلفة وتقولي لأ بس ده بذرة كويسة من جواه كويس، بدل ما تشوفي الواقع اللي هو أصلا قدامك. علامة تالتة، ودي أصعبهم، إنك لو تخيلت الحياة من غيره، الألم اللي بتحسيه مش ألم الفقدان الشخص ده، ألم الوحدة ببساطة شديدة. وده فرق كبير جدا. أنا عارفة إحنا بنحب الفكرة عشان فكرة آمنة جدا ومطمنة جدا. الفكرة مش بتخليكي إن انتي تعملي listing للعيوب اللي انتي شايفاها قدامك. الفكرة على قد ما انتي عايزاها بالظبط، متفصلة زي ما انتي عايزة اللي في مخك بس. ودي ميزة وعيب في نفس الوقت. الميزة إن هي بتحسسك بالأمان اللي انتي أصلا مفتقداه، العيب إنها بتبعدك عن اللي موجود قدامك وعاملة نفسك مش شايفاه. وكتير قوي بنفضل في علاقات أو بنتعلق لسنين مش عشان الشخص ده يستاهل، لا هو ما يستاهلش كده كده، لكن عشان إحنا بنحب الإحساس، بنحب لحظة الانتظار كده، بنحب إن قلبنا مشغول بحد، بنحب إن ممكن في أمل الشخص ده يتغير ويبقى مناسب بالنسبة لنا بصورة كبيرة. وده بيحمينا كمان من سؤال أصعب، لو مش هو يبقى مين؟ لو مش هو موجود يبقى أنا هبقى لوحدي. لو مش هو موجود و I turn the page، خلاص قلبت الصفحة، هلاقي حد تاني، ما ممكن ما لاقيش وابقى لوحدي برضو، فابقى خسرت ده وكمان ما لقيتش حد تاني. انا مش هنا عشان اقولك تسيبيه او تبقي معاه، لان انا عايزه افكرك ان البودكاست ده مجرد رأيي الشخصي، قد تتفقي وقد تختلفي معاه وده حقك. وبرضو مش هقولك تسيبيه عشان ده مش دوري، ودوري بس اني اسألك انت عارفة الفرق بين ان انت بتحبيه ولا بس بتحبي الفكرة؟ ولو عارفة الفرق يبقى القرار هيبقى اسهل بكتير. ومش لازم تاخدي القرار ده النهاردة، بس خدي وقتك مع نفسك واتكلمي مع نفسك بصدق وبأمانة، وافتكري ان انت تستاهلي حد حقيقي ومش بس فكرة جميلة انت حطاها في بالك. ولو وصلت لحد هنا فشكرا جدا، ويا ريت تعملي سبسكرايب عشان نعرف نتكلم اكتر مع بعض في بودكاست لاكي مع نور. ويا ريت تسيبيلي في الكومنتس لو انتي بتحبي حد فعلا، ولا بعد الحلقة دي اكتشفتي ان انتي بتحبي بس الفكرة.